المشهد اللي قدامنا دلوقتي ده هو الترند رقم واحد في العالم كله حاليا، بس علشان نعرف ليه طيارة هليكوبتر سحب ظابط وتمساح بحبل واحد لازم نرجع للأسبوع اللي فات، وبالمرة في الطريق كده كمان نعرف ايه حكاية المليونير جابرييل باتيستا وازاي التمساح الوحش ال5 متر أكله وهو جوه العربية بتاعته، والأهم بقى نعرف ايه حكاية الست جواز أحذية والخاتم اللي لقوهم جوه بطن التمساح. بس زي ما احنا متعودين صديقي الإنسان قبل الكلام وجب السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من اوعى الوحوش طبق لشط. من 5 أيام بالظبط كان المليونير البرازيلي جابرييل باتيستا صاحب ال 59 سنة طالع في رحلة سياحية لدولة جنوب أفريقيا الحبيبة، وبالتحديد كان موجود في إقليم اسمه مبيومالانجا، وراح هناك علشان يتفرج بقى على نهر كوماتي العظيم. في اليوم ده كانت الفيضانات قوية جدا وضربة الإقليم كله، والحيوانات المفترسة البحرية زي التماسيح بقت موجودة في كل مكان. يا راجل دول طلعوا فوق الشجر، أنا هتجنن وأعرف التمساح ده عملها إزاي. جبريل بقى وهو بيلف بالعربية بتاعته في الإقليم وعلى ضفاف النهر اتكعبل في طريقه في أكتر من تمساح، بس ربنا كان بيسترها معاه، مش يلم نفسه بقى ويمشي ويروح، لأ ده قرر إنه عاوز يتفسح أكتر ويروح للجهة التانية من النهر، وحاول فعلا إنه يعدي بالعربية بتاعته كوبري صغير وواطي وغرقان بمية النهر، بس للأسف بقى وبسبب الفيضانات القوية جدا المية دي بقى جرفته واختفى من المشهد تماما. وبعد 3 أيام من البحث والتدوير الشرطة الجنوب أفريقية لقوا عربيته عطلانة على جنب النهر، ومن يومها بقى وعملية البحث بقت على نطاق أوسع وأكبر، واستخدموا فيها الهليكوبتر والدرونز وفرق إنقاذ كبيرة. وفي وسط التدوير الشرطة بيلاحظوا حاجة غريبة جدا، المعلمين شافوا تمساح ضخم حجمه 15 قدم، يعني 5 متر تقريبا إلا حاجات بسيطة. التمساح بطنه كانت منفوخة جدا وما كانش بيتحرك ولا بيهرب زي باقي التماسيح، ودي كلها علامات بتدل على انه كان لسه طافح غدوة كبيرة خلت كرشه هيبظ من جسمه، وده بقى اللي خلى الشرطة يشتبهوا فيه هو تحديدا، لانه كان الوحيد وسط عشرات التماسيح في النهر اللي مش بيهرب ولا بيجري من صوت الطيارات، ده غير انه كان اكبر واضخم تمساح موجود هناك وشكله هو الزعيم والقائد على النهر ده كله. الشرطة بقى وفي تصرف أنا مش قادر أحدده إذا كان تصرف ذكي أو تصرف متهور بيقرروا إنهم يقتلوا التمساح ده عشان نوصل في الآخر بقى للمشهد البطولي اللي بدأنا بيه الهوك بتاع الحلقة، المشهد اللي كان فيه الضابط والكابتن جون بوتيجيتر نازل بحبل من طيارة هليكوبتر وسط نهر مليان بالتماسيح الصاحية الجعانة، وبيربط بقى التمساح اللي لسه قاتلينه وبيسحبه بالحبل وبيطيروا سوا في الجو. والنهارده العملية دي بتصنف على إنها عملية معقدة وخطيرة جدا. الدكاترة مسكوا التمساح وفتحوا بطنه علشان يشرحوه ويتأكدوا من شكوكهم اللي طلعت في محلها، والصدمة انهم بقى بيلاقوا بقايا بشرية جوه معدة الوحش ده، دراعين وأجزاء من القفص الصدري ولحم بشري والخاتم بتاع جبريل. بس المفاجأة بقى اللي كانت أكثر صدمة ورعب وهي انهم في نفس الوقت وفي نفس البطن لقوا جوه معدة التمساح 6 أزواج من الأحذية المختلفة. لا لحظة بس كده علشان لازم أفهم لك المعلومة دي لأنها مهمة جدا ومش هتوصل بسهولة. الشرطة والدكاترة لقوا 12 فرد الجزمة جوه بطن التمساح، وال 12 جزمة دول كل جزمة فيهم مختلفة عن التانية، ومفيش ولا جزمة منهم بترجع للضحية جابرييل باتيستا، يعني المؤكد إن التمساح ده كان آكل لحوم بشر وقتل أكتر من 13 إنسان على أقل تقدير. تحاليل الدي ان ايه اللي اتعملت اكدت ان الدراعات والقفص الصدري يبقوا بتوع المليونير بنسبة 100%، بس محدش يعرف بقى هل هو مات غرقان في الاول وبعد كده التمساح اكله ولا التمساح هاجمه واكله وهو صاحي. والشرطة حاليا فاتحين تحقيق موسع علشان يعرفوا هوية اصحاب الاحذية الباقية، واحتمالية وجود ضحايا تانيين في النهر لسه قائمة. الحادثة دي ما كانتش هجوم مباشر، بالعكس دي كانت تسلسل خطير، مليونير بيجازف وبينزل في الفيضان وبيعدي جسر غرقان بالمية وبعدها على طول بقى بيختفي في بيئة مليانة بالتماسيح، وبعد كده بيلاقوا أجزاء منه جوه معدة أكبر وأضخم تمساح في نهر كوماتي كله. وبكده يكون خلص فيديو النهارده من اوعى الوحوش طبق لشط. صديقي الإنسان الجميل الحبوب، بالأمانة كده قُل لي، إيه هيكون رَد فعلك لمّا تيجي تفتح بطن حيوان وتلاقي جواها بقايا بشرية؟ اكتبوا لنا تحت في التعليقات، وإن شاء الله استنونا في حلقات جاية أقوى وأمتع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh, it's coming. Oh my god, guys! No.